بهالصيفية ما إلكم إلا تجربوا هالكيكة على طريقتي. كيكة سريعة اقتصادية غرقانة بالكريمة، فواكه الصيف، بسم الله ما شاء الله. إذا جربتوها أول مرة رح تصير عندكم هالكيكة إدمان، حرفيا إنها تشهي وبنفس الوقت سهلة وسريعة. فضلا وليس أمرا، لايك وفولو، صلوا على الرسول. خلونا نبلش. هون أول شي رح نضيف حبتين بيض بدرجة حرارة الغرفة، عليهم كوب سكر، وبسم الله ما شاء الله معلقة كبيرة فانيليا. بعدين رح نشغل عليهم الخلاط من مدة 5 دقائق ل10 دقائق. هون رح نضيف لهم معلقة كبيرة برش برتقال، وهو والخلاط شغال رح نضيف لهم كمان 6 معالق لبن يلي هو الزبادي. بعدين رح نضيف لهم ربع كوب زيت نباتي، ونكملهم خلط لمدة 5 دقائق. بعدين رح ننزل عليهم بمعلقتين كبار كاكاو خام او محلى، بس المحلى بده اكثر مشان يعطي اللون الصح. هون طفينا الخلاط، عندي كوب طحين منخول متعدد الاستعمالات، رح نضيف النص الاول ونعطي الخلاط ضربات بسيطة، لا تشغلوه دفعة واحدة. بس يختفي الطحين رح نضيف النص الثاني، وبنفس الطريقة ضربات بسيطة لتندمج المكونات ويصير عندنا قوام الخليط الكيك بهالشكل. رح نضيف لهم معلقة كبيرة بيكنج باودر يطلعوا 10 جرامات، ونعطي الخلاط كمان ضربات بسيطة. هون رح نضيف لهم معلقتين كبار مي مغلية، المي المغلية تعطي هشاشة ورطوبة للكيك. كم ضربة بسيطة لتندمج المكونات وصار عنا انجح كيك. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن على قوام هالكيك، غير شكل، لازم تجربوها. هون البايركس انا دهنته زيت ورشيت له طحين، ممكن تحطوا ورق زبدة او تدهنوا سمنة وطحين او طحينة اللي هي الراشة. ونسمي بالله وننزل خليط الكيك على البايركس. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. بعدين نعمل له خبطتين لنفرغ الهواء باي عود خشبي. الفرن شغال قبل ب10 دقائق، درجة حرارة 180، شغال فقط من تحت. كل تفاصيله رح تكون اسفل الفيديو. هون لكريمة الشانتي رح اضيف نص كوب حليب بارد طبعا، ونص كوب مي مشان ما تصير اقتصادية. رح نضيف هون ظرف كريمة شانتي، بعدين رح نضيف عليها الحليب والمي، بسم الله ما شاء الله بالخفاقة. اول شي تحريكتين، بعدين رح نشغل عليها الخلاط اقل شي ربع ساعة، يتضاعف عنا حجم الكريمة وتصير متماسكة مع بعضها. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، صارت جاهزة على الفريزر حتى تبرد. هون الكيك استوى عندي، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، تضاعف حجمها. هون طبعا الفواكه عندي انا اخترت المشمش والدراق والكرز، يلي تحبوه انتو. الفواكه اللي متوفرة عندكم ممكن تعملوها بالموز بالفريز، نوع واحد من الفواكه يلي متوفر عندكم، وكلها رح تطلع معانا طيبة. هون رح ابلش اني اقطع الفواكه على شكل ترانشات او دوائر يلي تحبوه انتو. المهم انها كيكة صيفية بامتياز، والله انها باردة وتسرسح على القلب. انا بصراحة هاي ثاني مرة اعملها وجدا عجبتني. وهون الكيك بعد ما برد على التمام حررت الاطراف، بعدين رح اقلبه على بورد خشب ونشيله كخطوة اختيارية، بس رح تعطي شكل وطعم للكيك جدا طيب. رح نقصه مشان نحشي القلب، رجعه على البايركس مشان نتحكم بالتقسيم، وبعدين رح اشيل الطبقة الاعلى منه، بس رح اتعامل معاها بكل هدوء لانه ما شاء الله جدا سفنجي، فخايفة انها تتكسر. والطبقة اللي تحت رح نبلش انه نحشيها بكريمة الشانتي. ممكن تستبدلوا كريمة الشانتي يعني الطبقة الحشوة اللي بالنص بشوكولا اذا تحبوا، بس انا احب اعملها كلها كريمة شانتي. بعدين رح نحشيها بالفواكه، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، ونرجع الطبقة الثانية من الكيك، وبعدين رح نرجع نحط لها طبقة من كريمة الشانتي. ما بي احلى ولا اسهل من هالطريقة. لما يجيكم ضيوف او يجيكم صديقاتكم جربوها واعتمدوها اكيد. شوفوا على هالطبقات تبارك الرحمن. وهون بعد ما مدينا كريمة الشانتي وصارت تمام، رح ارجع ازينها بالفواكه، والفواكه رح تعطيها الشكل والطعم المميز، بس بدها برودة. كل ما بردت كل ما طابت اكلتها. كخطوة كمان اختيارية رح اضيف لها شوكولات شيبس. شوفوا لي على هالمنظر وصلوا على سيدنا الرسول، بسم الله ما شاء الله. لازم تجربوها حبايبي، بصحة والف هنا على قلبكم.